يا صباح النور، يا صباح السعادة، يا صباح الدفى، يا صباح العزوبية. السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير حبايب حنان، كيفكن؟ شو أخباركن؟ طمنوني عنكن. كتير اشتقت لكم وكتير بحبكن، وكمان رجعنا اليوم بفيديو جديد من قناة بداية جديدة مع حنان تي في ببيت حبيبة قلبي حنونة. واليوم بصراحة نحن أنا وياها كنا عايشين تقريبا حياة عزبية. وما في أحلى من الرواق ومن حياة العزوبية. أكلنا كان عزوبية، قعدتنا كانت عزوبية، فالله لا يحرمني منها يا رب العالمين، والله ينولها تعبها. هلا طبعا بعد ما شربنا كاسة متي، طبعا هي أكيد إنه هي ما بتشرب متي، شربت شاي وفطرت. شربت طبعا أنا متي. فاليوم صراحة أنا جاي على بالي المطبقة، هي جاي على بالها المطبقة وأنا بحبها كمان. فهيدا اللي بنخبركم اياه. المهم طبعا انا قطعت معكم لانه كنت عم بسعل، فاجى على بالنا ناكل مطبقات. طبعا المطبقة اكيد انه انا كتير عملتها على القنوات، سواء على منوعات خفيفة او على بداية جديدة. هون صراحة كان في فطاير بالجبنة وبالسبانخ وباللحمة وهيك، كانت جايبتهم امبارح على الفطور. كمان سخنتهم بالفرن، حرام احلى ما يضلوا. كان في يمكن شي قطعة ونص، صبرت حالي فيهم. يمكن هلا طبعا مش دغري، طبعا هلا الصبح، هلا يمكن شي ساعة تقريبا تنتين. انا لما يعني صحينا احنا على الصبح، صحينا بشي ساعة تقريبا 7:30 8، على لحتى شربنا مثلا، لحتى مثلا أخذت مثلا كاسة المتي مثلا وفطرنا وطبعا أكيد الضحى، صلاة الضحى ما بننساها. لحتى كمان صراحة قرأت ما تيسر من الورد اليومي إلي. ف وطبعا اكيد انه يعني كمان هيك تواصلت مثلا شويه مع رعد ومع ابو رعد ومع الحبايب اللي هون داخل سوريا. فهلا صارت الساعة 2:30 3، فلازم يكون موعد غدا. والمطبقة طبعا ما بتاخد كتير، بس بصراحة يعني خربت الدنيا بالزيت زيت، لأنه طبعا كله بده يكون مقلي. أنا هون الصلصة أو الصوص تاعها حطيت شوية توم، قليت التومات وقليت البصلي وحطيت لهم صلصة البندورة الفريش، يعني 3 حبات بندورة برشتهم، برش عادي يعني ناعم، وحطيتهم عليهم. هذا بقى بصراحة الدقوس، هاي شطة حرة 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 بشكل مو طبيعي. ماشي. حطيت عليهم كمان معلقة صوص البندورة أو دبس البندورة. حطيت كمان عليهم 3 معالق من السكر لحتى يعطوا توازن بالحموضة ويعطوا مثل الشعطة شوي، هيك بتطلع كتير طيبة. وطبعا أكيد إنه نفس التوابل اللي حطيناها على البتنجان قبل القلي وعلى البطاطا قبل القلي، اللي يعني تبلت فيها الخضرة كلها طبعا قبل ما قليتها، هي ذاتها التوابل اللي أنا حطيتها هلأ على الصلصة أو على الصوص هذا. حطيت الملح هون يعني. اللي بده يعمل مطبقة وتكون كتير طيبة وبنكهة جديدة، يعمل هاي الطريقة. بصل توم بقليهم فرم ناعم، بقليهم على النار مع شوية زيت أو مع شوية زبدة. بعدين بحط البندورة الفريش الناعمة، معلقة دبس البندورة، ومعلقة أو تقريبا شي معلقة صغيرة من الحار، لأنه هاي المطبقة مو طيبة غير لتكون حارة. ماشي. و3 معالق صغار كتير من السكر، ومعلقة طبعا ملح حسب الرغبة. التوابل هي ذاتها اللي هي 7 توابل، بابريكا وشوية زنجبيل بسيط كتير، بس طبعا احنا بنستكفي بال7 توابل. وبنحط مكعب الماجي، وهيك بتكون عنا الصلصة جاهزة كلها. هلا بنحركها وبعدين بنطفي عليها وخلص. بفضل انه يكون الماجي اللي بدكم تحطوه اخر شيء، حتى ما يعطي مرار او ما يعطي شغله، يعني هيك بتصير مثل المزازه كتير بالصوص. هدول طبعا نحن خلصناهم. انا هون هيك الخضره ما فيها ولا افتكاسي. طبعا كانت البصل والباذنجان والبطاطا مقلي، بس بصراحه فليفلي احنا ما جبنا. المطبقه بدها الفليفلي او بتحب الفليفلي الخضراء او الحمراء، كمان بدها تكون شرايح مدوره يعني دائريه. ماشي. بس صراحه ما كان عندها لنونة وما حطينا لها. اوكي. انا قليت هي كلهن
طبعا. وكمان ما بنسى انه انا حطيت بصلة كمان كبيرة شوي نية بدون اي قلي، يعني حطيتها بأرض الطنجرة. هلأ بتصير بالفرن مع باقي الصوص. طبعا نحن بعد ما بدنا نقيمهم من الفرن هلأ بتشوفوا شو بدي ارجع احط لهم على الوش. هون طبعا اكيد انه كان لازم الواحد يعمل بريك مع الغاز، لانه صراحة الغاز يعطي العافية. هو طبعا كان كتير نظيف، وهلا نحن لوتناه فصار في عليه حوالي شي نص كيلو زيت لازم يتنظف. وانا عم نطفه صراحة يعني هي لانها حرام لحالها، والست اللي عم بتجيبها لحتى تساعدها بشغل البيت الظاهر انه ممكن ما عم بتشيل العيون او ما عم بتنظف العيون، او ما بعرف صراحة. انه يعني انا ما استنظفته، ما عجبني الوضع، فشلتهم العيون كلهم والحمالات وليفتهم تلييف، يعني لحتى هيك يعني لحتى فيش خلق فيهم. فكان طبعا يعني الغاز استحمى حمام كامل. شايفين كيف عين الغاز او العيون تاع الغاز كيف هي يمكن فاير عليهم شيء، او من كتر استعمال فصاير في عليهم. هلا طبعا هذا انا حطيت شوية خل بهذا الطبق. شايفين كيف هن؟ حطيت شوية خل وحطيت عليهم مي سخنة من السخان او من البلار، يعني مي وخل بس. كان بإمكاني أحط شوية كربونات ولكن ما في داعي، لأنه حطيتهم طبعا أنا فركتهم بالسيفة الخشنة يعني. ومش الحال صاروا يلمعوا لمع من جوا ومن برا، صاروا كتير نضاف. فالإنسان طبعا مش لازم يوقف حاله على شغلة ناقصة أو ما في، مع أنه أنا كنت عارفة ومتأكدة أنه هي في عندها كربونات، لأنه ما شاء الله عليها. صح أنه هي سكن عزبية، سكن يعني جامعات وهيك، طالبة جامعة، فما شاء الله تبارك الله عندها تدبير منزلي بشكل مش طبيعي، عندها نظافة بشكل مش طبيعي، كل شيء بتلاقي عندها. يعني عن جد نونا كتير مدبرة منزل على صغر سنها، وعلى مكافحتها، وعلى بصراحة حياتها الوحيدة، لأنه هي صار لها 3 سنين 4 سنين عايشة لحالها. فيعني سكن جامعي أو صراحة يعني سكن أي هو بصراحة جامعي وكمان عزابي يعني. فما شاء الله عليها، هي مدبرة منزل من الدرجة الأولى. خاصة لما قامت وسوت البرجر، ولا قامت سوت لي شرايح الاسكالوب، كتير طلعوا طيبين من تحت ايديها. وكمان البطاطا المقلية كتير انا حبيتها من ايدك يا نونا، يخلي لي اياك ما يحرمني منك يا رب. هون طبعا نحن كنا خلاص خلصنا غسيل الغاز، وبدي ارجع كمان هلا ليفه مرة تانية، وبعدين بيمسحوا بفوطة ناشفة او بمحرمة ناشفة. اوكي. وطبعا هدول الحوامل لا ما يعني ما بننساهم، كمان بنغسلهم كتير منيح. بهاي الفوطة طبعا احنا رح نمسح وشين. الوش الاول اللي بدنا نقيم منه الصابون، والوش الثاني بدنا نغسل الفوطة، بتكون بمي حلوة يعني بمي عادية بس لحالها، وبعدين نمسح كمان مرة تانية. طبعا انا هيك عم بحكي لحتى بس هيك اتسلى انا وياكم، لانه انا بصراحة بدي فش خلقي، بدي احكي، مشتاقة لكم كتير وما عارفة ايش بدي احكي. أنا صراحة عندي كتير فيديوهات حابة كمان نزلها، ما بعرف طبعا إذا أنتوا بتحبوها، اللي هي عن فضائل السور، فضائل سور القرآن. سبحان الله، كل سورة إلها فضل وإلها سر، سبحان الله سبحان الله. وأنا عن جد عم شوف هاي الفضائل، وعم شوف هاي أسرار السور اللي أنا عم بقراها، ما شاء الله تبارك الله، شيء مش طبيعي. الفتح اللي عم ينفتح نحن علينا، الفتح اللي عم ينفتح لي ما شاء الله. بكرة طبعا بتشوفوا، بس أنا نزل الفيديوهات بتشوفوا او انتوا قولوا لي اذا انا بنزلها او ما بنزلها. ماشي. فيديوهات فضائل الصور، ونفس الوقت كمان كتير في هيك مواضيع حابة ننزلها فيديوهات واطرحها عليكم لحتى نتناقش فيها نحن وياكم. لكن بنفس الوقت مش عارفة بقى إذا أنتم بتحبوا طبعا هيك فيديوهات، وكمان في فيديوهات عن كتير أمور صراحة أنا حابة لكم إياها وأسرارها وفضائلها. فقولوا لي بالفيديوهات إذا بتحبوا نزلكم إياها. هون طبعا أنا وحنونة عم نقول خلص، طبعا هي كانت عم تشتغل جوا وأنا عم بشتغل بالمطبخ، فكل واحد فينا بيستلم زاوية.
هون صار الغاز عم بيلمع، وهي حطت كمان لايك، وانتم كمان ما تنسوا طبعا انكم تحطوا كمان لايك لهذا الروتين اللي بيجنن. هلا طبعا نحن كمان طبعا هي الصينية صارت خلاص، بس هلا ونحن طبعا يعني ما حطيناها دغري على لحتى ناكل، استمرنا كمان شوي لحتى جعنا اكثر، وبعدين رجعنا بدنا نحط عليها الجبنة اللي هي جبنة الموزاريلا، هيك هي بتحبها وعن جد طلعت كتير طيبة. هاي طبعا نحن حطينا عليها جبنة الموزاريلا وسيحناها بالفرن كمان شي 5 دقايق، وبعدين حطيناها لحتى ناكل. وطبعا بنتمنى انكم تجوا تاكلوا معنا. هاي اللي مطبقة على طريقتي انا، بحب انكم تجربوها. طبعا هيدا 7 اب من عند نونا. هي صراحة ما بتاكل شي غير ما تشرب معه مشروبات غازية، وانا كتير حذرت المشروبات الغازية مو كويسة ابدا. فشوفوا تخيلوا بأيامات البرد وهي عم تشرب جليد، يعني هي عم تحط التلج وعم تحط عليه 7 اب، فتخيلوا يرعاكم الله. هون طبعا خلاص خلصنا وتغدينا وكل شيء. هلا انا بقى بدي اشرب فنجان، بدي اشرب كاسة متيا على